الأخت وهي أكاديمية أتت يا أبا صلاح بأرقام ودراسات، وأنت رجل إعلامي تعرف أن لغة الأرقام هي اللغة الحاسمة. الطلاق والتفكك الأسري يعني 60% زادت في الأمارات وهي دولة قريبة لنا. والأخت أيضا رمت أنه ما يحصل من في 17 يونيو هو امتداد لثورة حنين. أنا أريد تعليقا سريعا منك على هاتين النقطتين. أول شيء شوف الدراسات هذه ما نأخذها على محمل الجد. حكاية إنه السيدات اللي بيقودوا سيارات بيصابوا بأزمات نفسية ليه يا أبو صلاح؟ لأنها لم تعجبك يا أبو صلاح. لا ما تعطيني. لا أنا أقول لك أنا إذا ما هو الجد الذي عندك يا أبو صلاح؟ أنا أبغى أعرف وش الجد اللي عندك. يعني ظرفت دموع التماسيح باستعطافك النساء، وأنك الذي رفعت لواء الدفاع عنهن، وأننا في ظلم في نفق مظلم، وتريد أن تجرنا إلى أن نحرر النساء. تكلمت بكل جراءة بلسان ولي الأمر أنه فقط شوي، كأنه قال لك شوي وأنا أوافق إذا وليد رشودي واللي معه والله هيئوا الرأي العام. طيب هيئ الرأي العام بالتدرج. لماذا أنت الآن تتكلم بكل هذه القوة على لسان ولي الأمر وتتكلم بكل قوة على لسان المرأة؟ ألا تعلم يا أخي أن القضية هي قضية استنجاد بالغربي؟ CNN، الBBC، الجزيرة، الفيسبوك يحجب صفحة لا أريد أن أقود السيارة. إلى هذا الحد التواطؤ وصل على بلدك يا أخي. أنا أستنهض فيك همة الغيرة على الوطن ولو مرة واحدة. ارجع بعقلية حينما تنظر وتتكلم في أمور. والله إذا كنت تظن أن هذا الحق تريد أن تأخذه المرأة بما تقوله أنت فأنت مخطئ. لماذا؟ أي أمر يا أخي تقدم إلى مجلس الشورى أنت الآن وانظر. تقدم إلى أمر، بعدين كيف تقول والله لو تقدم أناس إلى وزارة الصحة لطلب مستشفى النساء أعطاهم؟ الكلام ما هو صحيح. تقدموا ما أعطوا. كن منصفا. حينما نعطيك أرقام تقول والله أنا ما تهمني، حينما نقول لك التأمين تقول هذا ما هو صحيح. على أساس أنت صحيح ونحن غلط؟ على أساس أنت وصلت إلى الجادة ونحن لم نصل إلى الجادة؟ القضية يا أخي قضية مصالح ومفاسد. أسألك سؤال، أنت ترى المظاهرات ولا ما ترى المظاهرات؟ جاوبني. أنا أرى المظاهرات، نعم أرى المظاهرات في ليبيا. لا في السعودية، اتركني من ليبيا. لا أنا أتكلم على السعودية. أنا ما كلمتك عن قيادة المرأة في ليبيا. أنا مطمئن على استقرار بلدي. حبيبي سؤالي واضح. سؤالي يا أستاذ جمال، ومن قناة العالم مطمئنة. لا يا حبيبي أنا أسألك سؤال واضح. أنت مع المظاهرات ولا ضد المظاهرات؟ ما تستحمل. أنا مع المظاهرات. لا أنا ماني مع المظاهرات في بلادي. لا شلون مع؟ ما أنت مع. أنت مع ولا ما أنت مع؟ ما يقول لك ليس مع المظاهرات في السعودية. أنت أريد أسمع منك، أنت مع المظاهرات ولا ضدها؟ يا سيدي بقول لك أنا لا أوافق ولا أرى سبب ولا أرى. لماذا؟ لأننا لا نحتاجها، لأننا في حالة جيدة في بلادنا. طيب جميل. بما أنك لا في حالة قمع، ما في حالة جميل. إذا أنت الآن ترى أن المظاهرات منعت في السعودية لعدم وجود أسبابها. طيب لماذا الآن تؤيد اللي يقفون في المظاهرات؟ هذه مظاهرات تروجها. مظاهرة لا تبالغ في يا أخي ما نبالغ يا أخي. نحن نقرأ في حروف مكتوبة. إذا أنت تقرأ من اليسار اليمين نحن نقرأ العربي من اليمين اليسار. هذه كلام مكتوب يا أخي. إذا أنت ما تقرأ هذه مشكلتك، ليست مشكلتنا نحن. لا تقول لا نبالغ يا أخي. لو كانت مبالغة لماذا تغطيها القنوات الفضائية العالمية؟ أوباما يا أخي، أوباما يتكلم عن منال الشريف. طيب يا شيخ السؤال يا أخي الكريم، السؤال يا إخوان معلش اشتغلت في العمل الدبلوماسي. أنا اشتغلت أكثر شغلة كانت تحرجنا في المملكة العربية السعودية هو عندما يطلع واحد صحفي ويسأل سفير البلاد السعودية في أي مكان عن موضوع كاميرا للسيارة. هذه مسألة غير طبيعية. يا أخي بسألك سؤال يا أخي. طيب يا أخي والعالم ينظر لنا شجرا بها. طيب لا عفوا يا شيخ وليد. لا بنسوي صورة بلدنا. لا يا أخي لا هذا الموضوع. لا طيب انتهي. لا نيوتي بهذه الطريقة الحلقة ما أعطيتني حقي.